ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده كل سنه وانتم طيبين، اخر يوم في رمضان. وانا حبيت بقى اختم وصفات رمضان الحلوه باحلى حاجه بيحبوها الصغيرين والكبار، بالقطايف. هنعمل القطايف النهارده بطريقتين احلى من بعض. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، ويلا نبدا. الأول الشربات، كوباية مية مع كوباية سكر على النار. لما يغلي هحط معلقة عصير ليمون واسيبها 7 8 دقايق، واحط الفانيليا وانزل الشربات. عملت كريمة للحشو، كوباية لبن مع معلقة واحدة سكر مع معلقة ونص نشا مع بيضة مع نص معلقة فانيليا. وهنقلب على البارد كويس قوي لحد كله ما يدوب في بعضه، وبعدين نرفعه على نار هادية والمضرب في ايدك لحد ما ياخد القوام ده. نزليه وانقليه بقى من الطاسة السخنة دي، انقليه في طبق وغطي الوش كده علشان ما يبقاش ناشف او مشقق، وسيبيه لحد ما يبرد خالص بدرجة حرارة الغرفة. بعد ما برد هنحط معلقتين كريم شانتيه بودر ونضرب بمضرب البيض لحد ما ياخد قوام كريمي جميل كده. هنحطه بقى في قمع بتاع في كيس بتاع الحلواني، في قمع كده في اخره علشان نبقى نزين بيه القطايف. خلصنا بقى الكريمة كده، هنبدأ نعمل القطايف بتاعتنا. أنا مستخدمة نص كيلو قطايف اللي هي المقاس الوسط. أخدت بقى زبيب وجوز هند، دي الحشوة التقليدية بتاعتنا، زبيب وجوز هند وبندق وعين جمل، وطبعا المكسرات دي تستبدل بالفول السوداني. وقلبتهم على بعض كده وبعدين بدأت أحشي. دي القطايف الحلوة بيبقى فيها مسام كتيرة كده. وانتي بتحشي بقى القطايف طبعا متعودين ان احنا نقفلها كويس قوي كده علشان ما تتفتحش مننا وهي بتتحمر. عملت بقى نص الكمية بالطريقة دي. ممكن طبعا تستبدلي الحشوة التقليدية دي بالعجوة أو بالقشطة، يعني ممكن حشوات كتيرة تحطيها. النوع التاني بقى قفلت تقفيلتين بس من تحت كده، وتضغطي عليهم كويس قوي وتخلي بقها مفتوح كده، ولازم البق يكون واسع لأنه لو ضيق وهي بتتحمر هتتقفل منك ومش هتعرفي تحشيها أبدا، لأنها طبعا بعد ما بتتحمر بتبقى ناشفة. حطيت بقى الزيت، ولما الزيت طبعا سخن قوي حطيت القطايف. وهنا بقى خدي بالك ما تغمقيش لون القطايف علشان ما تطلعش معاكي ناشفه قوي. اللون الذهبي الفاتح ده كده بيخليها مقرمشه من بره وفي نفس الوقت طريه من جوه. طلعيها بقى صفيها من الزيت كويس كده، وبعدين حطيها في الشربات. طبعا الشربات دلوقتي بارد وهي سخنه. قلبي بقى تقلبتين في الشربات كده وسيبيها دقيقه واحده بس، هتطلع معاكي طريه من جوه ومقرمشه من بره. وصفيها بقى كويس من الشربات وحطيها في طبق التقديم. بسيطة خالص. حطيت بقى النوع التاني اهو. النوع ده ما تحمرهوش قوي، يعني بسرعة كده وهنطلعه. النوع المقفل اهو، رشيت عليه حبة فستق كده للتزيين. وبعدين اخدت القطايف المفتوحة وحطيت فيها الكريم باستري اللي عملته، وحطيت شوية منهم فيها دولسي ديليتشي كان عندي كده، او اللي هو مربى الحليب. بالشكل ده على فكرة في ناس بتحشيها وهي نية خالص وبيقولوا ان طعمها بيبقى كويس، بس انا حبيت اديها تحميرة خفيفة كده. وبعدين رشة شربات مش كتير، وبعدين تزيين بقى كده بحبة فستق مطحونين على الوش. النوع ده هيعجبك جدا. وكان ممكن برضو بدل الكريم باستري تحطي كاسترد، او ممكن مهلبية لبن عادية بالقشطة يعني، او قشطة، ممكن حشوات كتيرة. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. وكل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، وباي باي.